الجسم بيحتاج أيام المذاكرة والدراسة مجموعة فيتامينات تساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعرف مع بعض أهم 3 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الفلفل الأسود بيساعد في تحسين الوظائف الإدراكية عن طريق زيادة حركة الدم للمخ، ويعتبر من التوابل اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان الفلفل الأسود مليان مركبات بتساعد في تحسين عمل المخ وتحسين الذاكرة عن طريق زيادة نشاط الناقلات العصبية اللي في المخ. ويعتبر بالفلفل الأسود مضادات الالتهابات ومضادات أكسدة، فيساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر. وكمان بالفلفل الأسود فيتامين A وفيتامين C، فيساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض. وبكده الفلفل الأسود من التوابل اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. أنصحكم بأكل كمية مناسبة من الفلفل الأسود في اليوم، وهي ما تزيدش عن ربع معلقة صغيرة، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في المعدة. الجنزبيل المطحون من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، ومهم في تحسين وظائف المخ، عشان في الجنزبيل مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات. وكمان في الجنزبيل فيتامينات زي فيتامين B6، ومليان معادن زي المغنيسيوم والمنجنيز، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويعتبر الجنزبيل مهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات، عشان في الجنزبيل فيتامين سي. وانصحكم باستهلاك 4 جرام من الجنزبيل المطحون في اليوم، يعني تقريبا معلقة صغيرة، عشان اكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر الهضم والإسهال. وبكده بيكون الجنزبيل المطحون من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة. الحبهان أو الهيل من التوابل المفيدة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان مليان فيتامينات زي فيتامين B6، ومليان معادن زي الفسفور والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويعتبر الحبهان أو الهيل مهم في تقوية المناعة، عشان في الحبهان فيتامين سي. وكمان عايزة أقول لكم إن في الحبهان أو الهيل مواد مضادة للالتهابات، فتساعد في التقليل من الالتهابات المزمنة اللي بيسببها السكر وارتفاع الضغط والأمراض المناعية. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من الحبهان، وهي 4 حبات لو مشروب مع كوباية مية سخنة. وممكن نضيف الحبهان أو الهيل على الوجبات الرئيسية يكون صحيح، أو نطحن الحبهان ويبقى على هيئة بودرة. ولو أكلنا كمية أكبر من المسموح بيها بيكون ليه آثار جانبية زي عسر الهضم وحموضة وانتفاخ وغازات وحساسية في الجلد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 3 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات أكتر، عايزين دعم ليكم للقناة، وبكده هتستفيدوا أكتر بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.